هاي، ازيكم؟ انا فيفا. النهارده هعمل لكم فيديو مختلف شويه عشان حاجه اكتشفتها. جبت بلالين هيليوم، واول ما خرجت من المحل لقيتهم خسوا شويه او خسوا يعني. فكنت رايحه ارجعهم على طول، قلت اللي هو انتوا بتدوني حاجه مش مظبوطه ولا ايه؟ فلقيت واحده ست قالت لي بصي انا بشتغل في البلالين، ما ترجعيش حاجه. الهيليوم بيخس في السقعه. فطبعا ما صدقتهاش، دي بتشتغل معاهم ولا مش عايزاني ارجعها ولا ايه؟ فجربت وفعلا اول ما دخلت المحل في الدفا الهيليوم رجع تاني. تعالوا اوريكم ايه اللي حصل. دلوقتي هو مليان، بصوا ده نمبر 2 ومليان. بيكم دلوقتي هنطلع في الساعة، هنرجع تاني ونشوفها هترجع تاني ازاي. كانوا معايا. بصوا حتى ناحية ايدي ابتدت تخس ازاي. بصوا في ثواني كأنها بايظة، كأنها بتخس. شايفينها؟ بتخس بس خالص خالص، ابتدت تبقى ورقة. تعالوا ندخل تاني البيت ونشوف الجو في الدفا هيحصل فيه ايه. البالونة طارت مني بس هي طلعت فوق في السقف. ادي نمبر 2 اللي احنا طلع. بصوا ابتدى اتملى تاني كله ورجع تاني. ده يثبت ان فعلا الهيليوم بيخس في السقعة وبيرجع يتملي تاني ولوحده، مش لازم تعملوا حتى ريفل علشان ما يفرقعش. رجع سيبوا البلالين الهيليوم تكون بطبيعتها، في السقعة بتفس وفي الحر بترجع تاني. سبحان الله. يلا باي باي، انا فيفا.